بتبدأ قصتنا بمشهد جوه لعبة وبيظهر بطلنا وهو واقع على ركبه وتحت تأثير مهارة الشيخوخة المتسارعة ب100 ضعف، وبيكون اللي عمل فيه كده هي أخته واسمها شياو، وبيسألها هي ليه خانته مع إنه أخوها، فبتعرفه إنه لا شيء بالنسبة لها، هو مش أكتر من طفل يتيم أبوها تبناه، حتى إنه ما بيشاركهاش نفس الدم، فإزاي بيسمي نفسه أخوها؟ وهي عملت كده علشان تاخد منه القطعة الأثرية السماوية عين الحكم، وبتنادي على سونغ في وبيشكروا سونغ في جدا لأن بدونه ما كانوش يقدروا يحصلوا على الأثر السماوي، وعلشان يستنزفوا عمره كله مرة واحدة بذلوا مجهود كبير جدا علشان يحصل على خنجر سارق الأرواح واللي تم طعنه بيه دلوقتي. فبطلنا بينادي على شياو وبيقول لها إنه تولى تربيتها بعد وفاة والدهم ودعمها خلال دراستها، وبعد ما وصلت اللعبة لعالمهم خاطر بحياتهم مرات لا تحصى علشانها، وهو دلوقتي ندمان لأنه أخطأ في فهمها. فبتعرفوا شياو إن بعد وفاة والديها فضل يتدخل في حياتها ويأمرها ويتحكم فيها، وبتعرفوا في الأول كنا محتاجين حمايتك وكنت مفيد لينا أنا وسونغ، بس بعد ما حصلنا على القطعة السماوية قيمتك الحقيقية اختفت. وبيجهز سونغ سيفه وبينادي على بطلنا وبيقول له اركض بسلام، وبيحاول بطلنا إنه يدافع عن نفسه بس ما بيقدرش، وبيقدر سونغ إنه يقتله. وبنرجع فلاش باك وبنعرف انه في سنة 2025 نزلت لعبة ملعونة، طالما ان الشخص ينام هيتم سحبه بالقوة داخل اللعبة، والعملة الوحيدة داخل اللعبة هي العمر، وإن الموت داخل اللعبة بيسبب فقدان العمر، وقتل الوحوش بيمنح العمر، ويقدر اللاعبين إنهم ينفقوا أعمارهم علشان يجيبوا قدراتهم من داخل اللعبة للعالم الحقيقي. علشان كده يقدر اللاعبين الأقوياء تمزيق الدبابات بأيديهم فارغة ويقطع الطيارات بسيوفهم والصمود في وجه الانفجار النووي بأجسادهم، ومن اللحظة دي انتشرت الفوضى. وبطلنا بيقول انه كافح علشان يفضل مع اخته وتحمل مصاعب لا حصر لها، وقدر انه يوصل لافضل 100 لاعب عالمي، وبعد المخاطر اللي واجهها وبينه وبين الموت خطوة قدر انه يتغلب على اطلال الحاكم وحصل على القطعة الاثرية السماوية عين الحاكم، وبيكون فرحان جدا علشان اخيرا بقى عنده المؤهلات ليوصل للقمة. بس كان تمن نجاحه هو الخيانة من عائلته الوحيدة، وبيرفض انه يتقبل موته والخيانة اللي حصلت، وبيقول لو كان يقدر يعيش مرة تانية هيقاتل علشان نفسه بس. وفعلا أمنية بطلنا بتتحقق وبيرجع بالزمن للعالم الحقيقي سنة 2025، وبيتولد من جديد في اليوم اللي نزلت فيه اللعبة قبل 9 سنين، وفي صباح اليوم التالي بيكون بطلنا بيشرب كوباية القهوة وبتدخل عليه أخته وبتكون غضبانة لأنه مش بيرد على مكالمتها، وبتقوله إن هي عايزة تدعم الأخ سونغ، هو ليه عامل من الموضوع مشكلة كبيرة. فبيعرفنا بطلنا إن قبل نزول اللعبة كان سونغ عيل سيس مشهور وكانت شياو معجبته المهووسة، وسونغ بيبدو عليه الجمال من بره بس في الواقع هو حقير جدا لأنه خدع كتير من معجباته علشان الفلوس والتمتع بأجسادهم. وعلشان أمنع شياو من التعرض للاحتيال كنت بمنعها دايما إنها تقابل الراجل ده، بس في النهاية اتهمتني إني بتحكم في حياتها. فشياو بتيجي قدامه وبتعرفه إنها عمالة تكلمه هو ليه بيتصرف وكأنه مش سامعها، وبتعرفه إن بسببه انخفض مرتبة سونغ من المرتبة الأولى للشهر ده ولازم يديها فلوس علشان ترفع مرتبته. فبيقاطعها بطلنا بقلم على وشها، بتتصدم وقتها شياو وبتقع على الأرض وبتبص له وهي بتعيط ومش مصدقة إنه ضربها. فبيبص لها بطلنا بغضب وبيقول لها إنه ما عندوش وقت يتجادل معاها، بس لو فضلت تتكلم كتير فهيكسر وشها، وبيحدف عليها الفيزا وبيقول لها بغض النظر عن صعوبة السنوات اللي فاتت إلا إني ما لمستش منه حاجة، والنهاردة أنا هرجعلك كل حاجة، وعلشان والدينا أنا مش هنزل لمستواكي، بس اسمعي من دلوقتي أنا ما عنديش أخت زيك. وبيدخل أوضته وبيقفل الباب وبيسيب شياو قاعدة على الأرض بتعيط. وبيقول بطلنا إنه في حياته السابقة علشان يحمي شياو ضيع فرص كتير جدا وتخلى عن استكشاف كتير من الكنوز السرية والأبراج المحصنة، وبيكون فضولي جدا وبيجهز حبوب منومة، وبيقول من غير العبء ده لأي مدى هوصل. ودلوقتي هيستخدم معرفته باللعبة في حياته السابقة علشان يفضل متقدم عن الجميع. وبيشرب المية مع الحبوب المنومة وبيقول شياو انت دلوقتي لوحدك، وبتتكون حواليه طاقة كبيرة جدا، وبيقول سونغ فاي انا هقطع راسك شخصيا. وبيدخل بطلنا العالم اللعبة وبيوصل لقاعة الاختيار، وبتذكر المرة الأولى اللي وصل فيها هنا كان قد إيه متوتر جدا لدرجة إنه استغرق عدة ساعات علشان يكمل الاختيار الوظيفي والمغادرة، بس المرة دي هيكون أسرع. وبنعرف إن في حياته السابقة كان اختار المحارب علشان يحمي شياو، هو ما كانش ضعيف بس مش مناسب ليه. وبيقول إن سرعة الحركة ورد الفعل أكتر أهمية،
وبيقرر إن في حياته الجديدة هيختار القاتل، وأول ما بيختار تظهر له رسالة إن تم ربط قطعة عين الحكم بنجاح، والسمة الفريدة السلطة السلبية. عند دخولك اللعبة الملعونة هتحصل تلقائيا على أعلى مهنة ومهارة، فبيفرح بطلنا جدا علشان عين الحكم التصقت بيه بعد ولادته من جديد. وهو ده الحال مع القطع السماوية، فهي بتتعرف على مالكها حتى لو تم سرقتها، فهي بلا فائدة. وأكيد أنا ولدت من جديد بسبب كده، وبتتكون طاقة سوداء وبتدخل جواه، وبتجيله رسالة إنه تم اكتساب مهنة مخفية والتخصيص اكتمل، وإنه أصبح الظل. وبنعرف إن الظل أعلى مستويات المهنة المخفية للقاتل. وبيقول بطلنا إن هي مختلفة تماما عن المحارب، ومجرد اكتساب المهنة بيمنحه شعور بالقوة. وبتساءل بطلنا عن سلطة الحكم، فبتجيله رسالة إن سلطة الحكم هي السلطة البدائية الأكثر عظمة وقدما في الكون. قوتها تتجاوز القواعد والنظام، بس هو ما يقدرش يفعل السلطة دي مؤقتا، لأنه ما يمتلكش السيادة، بس تأثيرها السلبي شغال. وبيقول لنا بطلنا إن في حياته السابقة ما كانش النظام معروف لحد السنة السابعة من نزول اللعبة، ولما تمكن لاعب قوي من مغادرة عالم اللعبة ووصل لعالم النظام، وقتها عرفت البشرية عن وجود قوة النظام. بس بعد سنوات محدش قدر انه يحصل على سلطة النظام، وما توقعش انه في بداية رحلته يكتسب قوة السلطة البدائية اللي بتتجاوز النظام والقواعد. وطالما اقدر اسيب عالم اللعبة الملعونة واوصل لعالم النظام علشان احصل على السيادة، اقدر بعدها افعل السلطة دي، وباين كده ان عندي هدف تاني في الحياة الجديدة. وبتجيله رسالة ان اكتمل اختيار المهنة ويجب اختيار اسمك المستعار. فبطلنا بيقول علشان مهنتي ولدت من الظلام هيكون اسم الظل. وبتجيله رسالة دخول عالم الحكام الملعون. هذه الأرض مليئة بعدد لا يحصى من الوحوش، وهم دائما على استعداد لتمزيقك وسرقة عمرك. اقتل الوحوش وستكسب أعمارا يمكن تداولها، لكن إذا مت في اللعبة هتخسر نصف عمرك سواء كان قابل للتداول أو لا. وبيظهر بطلنا في مدينة شيل، وبتكون منطقة آمنة مفيش فيها وحوش، واللاعبين ما يقدروش يهاجموا بعض. وأثناء ما هو ماشي بيكون الناس حواليه مش فاهمين حاجة وإزاي دخلوا هنا، وفجأة بتظهر قدام بطلنا مجموعة من اللاعبين عادوا من قتال، وبيقولوا إن الوحوش البرية قوية جدا، ولدغة واحدة جعلتهم نصف ميتين، مع إنهم زواحف من المستوى الأول. وبتكون معاهم بنت اسمها ليز، فبيسألوها هيعملوا ايه دلوقتي. فبطلنا لما بيشوفها بيعرف انها رمية سهام بأقواس قصيرة، وانها فئة مخفية زيه. واول ما ليز بتشوفه بتكون عايزة انها تضمه لمجموعتها، لانها بتكون عارفة انه فئة مخفية، وبتعرفه ان الوحوش بره قوية جدا وما يقدرش يتعامل معاها لوحده. حتى فريقهم تم القضاء عليه بضربة واحدة، بس بيرفض بطلنا، فبيتضايق الفريق جدا وبيتريقوا عليه. بس ليز بتحس بشيء غريب ناحيته، وبتطلب من فريقها انهم يتبعوه ويشوفوا ايه المهارات اللي بيمتلكها. ممكن يعرفوا معلومات جديدة عن الوحوش، وممكن كمان نشوفه هيموت ازاي. فعلا بيخرج بطلنا من المدينة والفريق بيتبعه، وبيوصل عند أرض الحكام. وبتقول ليز إن المكان ده غريب جدا ومحفوف بالمخاطر، مش عارفة ليه انتهى بيا الأمر هنا، بس مع السنوات خبرتي في الألعاب قدرت إن أكون فريق بسرعة. مع كده أول وحش واجهناه بره قرية المبتدئين مسح بينا الأرض ولا كأنه وحش مستوى أول. واحد من المجموعة بيقول إن سلاح القاتل مختلف عن سلاحك، فبيرد عليه مش السلاح بس، كمان هو أسرع مني وملابسه مختلفة كمان. فليز بتقول شكل لاعب الظل ده غير عادي، ومتابعته هتوصلنا لمعلومات مهمة. وبيشوفها بطلنا فبيفعل مهارة تلاشي الظل وبيختفي من قدامهم. فبتستغرب المجموعة من طريقة اختفائه، وبيقولوا أكيد دي مهارة سرقة أو مهارة أولية تمنحك الاختفاء. فبتقول لهم ليز خلونا نرجع وندور على طريقة نحسن نفسنا، لأن وجودنا هنا خطر جدا، لأننا متنا مرة وانخفضت أعمارنا للنص. وبنرجع لبطلنا وبنعرف إن تلاشي الظل بتدخله في حالة التخفي لمدة معينة، والضربة الأولى بعد كسر الحالة بتزود الضرر، وإن المهارة زادت بمقدار واحد. وبيقول بطلنا إن فئة الظل عندها ميزة فريدة وهي إتقان التسلل، وده بيخلي من المستحيل على أي شخص أو حتى الوحوش إن هي تلاحظه في بداية اللعبة. وبنعرف إن مدينة المبتدئين ما بتحتويش على أي حاجة تحسن قدراتك الفعلية، هي مجرد مأوى للاعبين. وإن في اللعبة الملعونة اللاعبين الضعفاء مش أكتر من فريسة سهلة للوحوش. وبيفتح بطلنا شاشة الحالة وبيظهر إن مستواه 1، والعمر القابل للتداول هو 0، والقوة 3/10، والتحمل 3، وخفة الحركة 8، والروح 5. وبنعرف إن فئة الظل منحته تعزيزات لكل إحصائياته، وبيكون عنده 5 نقاط سمة
بيقول لنا إن معظم اللاعبين بيحطوا نقاطهم في القوة أو الروح، بس ده خطأ فادح لأن خفة الحركة هي المفتاح، وبيضيف كل نقاطه لخفة الحركة لأن الطريقة الوحيدة لقتل الوحوش هي زيادة سرعتك. وبيظهر قدام بطلنا زاحف من المستوى الأول، وأول ما بيشوف بطلنا بيهجم عليه، وبيعرف بطلنا انه الوحش اللي هاجم المجموعة اللاعبين اللي شافها، ومن الجروح اللي على جسمه فهم نقصوا جزء كبير من صحته. وبنعرف ان الوحوش لما بتقتل اللاعبين فهي بتكتسب اعمارهم، ومنها بتقدر ان هي تطورها. وبطلنا بيقدر انه يتفادى الهجوم وبيفعل تلاشي الظل، والوحش مش بيشوفه، فبيسدد بطلنا هجوم انفجار التخفي على رقبة الوحش، وبيقدر انه يقتل زاحف من المستوى الاول وبيحصل على 10 نقاط خبرة. وما توقعش بطلنا انه يقتله بضربة واحدة، وهو عارف ان مهاجمته من مخارة الرأس بيؤدي لإصابة خطيرة، بس الضرر اللي حصل ده جنوني. وبيعرف ان الهجوم لو جه من خارج رؤية العدو فالضرر يكون مضاعف. وبتجيله رسالة انه اكتسب 3 ايام من العمر القابل للتداول، واكتسب 54 سنة و155 يوم غير قابل للتداول. وبنعرف ان مات 5 اشخاص وخسر كل واحد منهم ما يقلش عن 20 سنة، يعني اكتر من 100 سنة. بس الزاحف امتصهم وحصل بطلنا على 54 سنة بس. ما بيهتمش لأن العمر الغير قابل للتداول بيكون مش مفيد في الوقت الحالي، بس بيتصدم بطلنا لما بتظهر له رسالة إن تم تفعيل عين الحكم وحصل على موهبة التطور اللانهائي، وبتتفعل لما يقتل الوحش بمفرده. بيكون عنده فرصة يكسب نقاط تطور، وكل 24 ساعة بيحصل على 5 نقاط تطور. وبيعرف إن هي دي القوة اللي بتتجاوز القواعد والنظام، لأن في حياته السابقة ما سمعش أبدا عن أي حاجة زي دي. فبطلنا بيلاقي هجوم الظل والطعنة الخلفية، وبتجيله رسالة إن تم إنفاق 4 نقاط تطور وتم ترقية المهارات بنجاح. وبيفرح بطلنا لأن قدرة التخفي دلوقتي بتستمر ل 15 ثانية وتضاعفت ل 32 ثانية. وبيقول إن لو كانت مهاراته تمت ترقيتها قبل كده لكان بإمكانه القضاء على زاحف بصحة كاملة بضربة واحدة. وبيظهر قدامه 2 من اللاعبين وبيستهزأ ببطلنا وقد إيه هو هزيل، ومع ذلك قدر إنه يهزم وحش بمفرده. وبيأكد البنت اللي معاه إن اللعبة دي سهلة. فبيلاحظ بطلنا وحش بين فروع الشجرة اللي فوق اللاعبين، فبيفعل تلاشي الظل وبيختفي من قدامهم. وبنعرف انه ملك العناكب من الدرجة البرونزية وبينزل على الاتنين وبيموتهم. وبيعرف بطلنا ان ملك العناكب هو زعيم بدائي بيستمتع ب 1600 نقطة حياة، وما يقدرش مبتدئ عادي التعامل معاه، وبيكون تحت سيطرته عناكب صغيرة. بس بينتهز الفرصة وبيهجم على الزعيم علشان يختبر مدى قوته ومهارته اللي تم ترقيتها. وبيهجم بمهارة انفجار التخفي وبيتسبب ب 338 نقطة ضرر وبتلقى 9 نقاط ضرر. وبيقول إن الهجوم كان قريب جدا، بس كويس إن خفة الحركة عالية بما يكفي لتجنب الهجوم، لأن لو أصابه كان مات على الفور. وبيبقى في قمة سعادته لأن ضربته أحدثت أكتر من 300 ضرر. وبيبقى الوحش هايج جدا لأنها وحوش ذكية مش هتفضل واقفة وبتتلقى الضربات. وبينفذ هجوم تاني باستخدام الحجارة وبيطلع تخمينه صح لأنه بيقدر يسبب 300 نقطة ضرر، لأن الضرر الرئيسي بيجي من مكافأة هجوم التسلل وتعزيزات مهارات الفئة. علشان كده حتى رمي الحجارة هتسبب أضرار جسيمة، وكل اللي عليه إنه يستنى خروج تلاشي الظل من فترة التهدئة ويرمي صخرة وهي هتفعل المهارات، وبعدها يرجع تاني وينشط التخفي. وفضل يكرر الهجوم بتاعه وبيرن الجرس عالي جدا وبتتنشط لوحة المتصدرين، وبيكون تحديث المتصدرين في المدينة. وبتيجي رسالة إن اللاعب الظل قتل زعيم العناكب من المستوى البرونزي وهو أول واحد يوصل للمستوى التاني. فبيستغرب جميع اللاعبين إنهم لحد دلوقتي عمالين بيتقتلوا على إيد الزواحف وفي شخص قتل الزعيم، وبتسألوا لو في حد يعرف الشخص ده. وبتلاحظ مجموعة ليز الاسم وبيكونوا مستغربين إزاي عمل كده. وبنرجع عند بطلنا وبيكون حصل على 300 نقطة خبرة. وبنعرف إن في اللحظة اللي ماتت فيها ملكة العناكب تفرجت جميع العناكب، وبيحصل كمان على 46 سنة قبل للتداول. وكتاب اليد الجشعة مستوى برونز، والخنجر متآكل مستوى برونز. وبنعرف إن كتاب اليد الجشعة كتاب مهارات القاتل بعد تعلمه بيقدر إنه يستخدمه على وحش ميت، بيمنحه فرصة 20% إنه يحصل على مكافآت إضافية. وما توقعش إن زعيم برونزي يسقط مهارة من الدرجة الأولى. وبتذكر إن في حياته السابقة كان في شاب قوته القتالية متوسطة، بس علشان كان بيمتلك المهارة دي بقى واحد من أكتر اللاعبين طلبا، حتى إن كان عنده حارس شخصي بيرافقه دايما. وبيفكر شوية وبيقول إنه لو دمجها مع موهبة تطوره الغير محدودة فده معناه إنه يقدر يزود معدل الإسقاط وكمية الغنائم. وفي نفس الوقت بنيجي على العالم الحقيقي وبنشوف شياو هي وصديقتها،
وهم رايحين المدرسة، وصديقتها بتسألها لو هتتصل بأخوها وتعتذر له لأن أكيد هو غضبان جدا، وبتعرفها انهم تخطوا الامتحان امبارح فهم هيروحوا في السر علشان يدعموا سونغ. فبترد عليها شياو انها ما عملتش حاجه غلط فليه لازم تعتذر. فبتستغرب صديقتها من رد فعلها وبتعرفها انه بيعاملها بشكل كويس جدا، وفي بعض الاحيان بتحسدها انها عندها اخ زيه. فشياو بتقول لها انه دايما بيتدخل في شؤونها وانها مكتفيه بالاخ سونغ. فبتسالها صديقتها عن اللي حصل لوشها، فبتقول لها ان هي اتكعبلت ووقعت. وبيستغربوا اول ما بيدخلوا المدرسه لان الطلاب بيكونوا متجمعين عند الفصل، واول ما بيدخلوا الفصل تتصدم صديقتها لان احد الطلاب واسمه تشانغ وي بقى شبه شفاف. وبيقول لها واحد من الطلاب ان تشانغ قال انه عايز ياخد قيلولة، ولما رجعوا يبصوا عليه كان كده. وبنعرف انه مش لوحده، بس دي حالة منتشرة في كل مكان. وبيقول الخبراء كل ما هتنام هتدخل في حالة الشبح ومحدش يعرف السبب. فصديقتها بتقول لها انها تتصل باهلها وتحذرهم وان لازم تتصل باخوكي. فبترد شياو بغضب انها مش هتتصل بحد لان الراجل زيه من الاحسن لو مات. وبنرجع عند بطلنا جوه اللعبه وبيكون نجح انه يطور يد الجشع، وبيبقى عنده فرصه من 20 ل 70% انه يحصل على قطعه اضافيه من الغنايم، وبيفعلها وبيحصل على نقطتين تطور و46 يوم قابل للتداول. فبيفرح بطلنا جدا عن نقطتين التطور، وبيعرف ان علشان يطور يد الجشع تاني محتاج 3 نقط. وبيقول قريب جدا هيكون عنده فرصة 100% يحصل على غنايم إضافية. وبيقول إن أكيد دلوقتي حكومات العالم عرفت اللي حصل والمزيد من الناس هتدخل اللعبة، وبيكون عايز إنه يسرع تقدمه. وبيبدأ إنه يجهز الأدوات اللي هيقدر يستخدمها، وبيقول إنه مش هيمر بوقت طويل وهتعرف الناس إن المهارات والمعدات جوه اللعبة نقدر نستخدمها في العالم الحقيقي، ولما ده يحصل هيغرق العالم في الفوضى. وبنعرف ان استخراج المعدات والمهارات بيحتاج شرطين، الاول ان اللاعب يوصل للمستوى العاشر، وتاني حاجة يبقى عنده عمر افتراضي قابل للتداول. وبيكون بطلنا محتاج يلاقي زعماء أقوياء علشان يحصل على نقاط أعلى، وبيسمع صوت مجموعة من اللاعبين في قتال مع وحش قريبين منه، وبيكون الوحش اسمه مفترس السرعة من المستوى التاني درجة برونزية. وبيدقق بطلنا من اللاعب اللي بيقاتل الوحش وبيعرف انه وانغ مينغ، وما توقعش انه يشوفه هنا. وبنعرف ان في حياته السابقة لما وانغ دخل اللعبة قدر انه يجمع فريق كامل من الفئة المخفية، وكانوا 6 لاعبين. وكانت فئة مينغ المخفية محارب الدرع المقدس، وعندها ضعف الإحصائيات الأساسية للمحارب العادي، وبتيجي مع مهارات لا تقهر فطرية. والتاني مهنة مخفية من الساحر، ومهنة مخفية من الرامي، ومهنة مخفية من الكاهن. وبيهجم الوحش على مينغ وبيقدر يتصدرها، بس طاقته بتقل جدا. والرامي بيقول ان الزعيم سريع جدا وهجماتهم البعيدة ما بتوصلش، فبينادي مينغ على المعالجين علشان يبقوا على قيد الحياة، وبيقول للباقي انهم يستمروا في الهجوم. وبيقول بطلنا ان مينغ متفائل جدا، بس هو نسي ان هو في البرية، ولو استمر القتال هتنجذب الوحوش التانية ليهم. وفعلا بتظهر وحوش من وراهم متغطية بطبقة من الطين من المستوى التاني، وبتستخدم هجمات بعيدة المدى. وبيهجم عليهم واحد من الفريق علشان يدافع عن مينغ، بس دفاع الوحش بيكون عالي جدا وبيقدر انه يهاجمهم بالطين ويثبتهم ويقلل قدرتهم على الحركة. وبيهجم على البنت الساحرة علشان يقتلها، بس بطلنا بيتدخل وبيقدر انه يقتل الوحش بضربة واحدة وبيرجع تاني لمكانه، وكل ده وهو في وضع التخفي. فبيستغرب الفريق كله من اللي حصل وازاي قدر انه يقضي عليه بضربة واحدة، لان حتى وحش من المستوى الاول بيبقى لازم الفريق كله يتعاون ل10 ثواني علشان يقدروا يقضوا عليه. ازاي وحش مستوى تاني يموت بضربة واحدة؟ فبينادي مينغ على الساحرة وبيسألها لو كانت شافته، بس هي بتقوله لأ. فبيأمل ان هو يبقى في صفهم، وبيطلب من الفريق ان هم ما يتشتتوش ويستمروا في الهجوم. وبتيجي رسالة لبطلنا انه قتل وحشين من المفسد وحصل على 40 نقطة خبرة ونقطة تطور واحدة، وحصل على كتاب سهم السم. وبيفعل بطلنا مهارة التطور على السهم وبينجح التطور وبتزيد إحصائيات السهم. وفي نفس اللحظة بيقدر الوحش إنه يتغلب على مينغ وبيسدد له ضربة بيقدر إنه يخترق درعه. فمينغ بيطلب من باقي الفريق إن هم يهربوا، بس بيقطعهم سهم بيخترق راس الوحش وبيقلل نقاطه للنص. فبتصطدم المجموعة جدا وبتستمر استنزاف نقاطه وبيموت في الآخر. وبتيجي لبطلنا رسالة إنه تسبب في أكتر من 90% من الضرر، علشان كده الغنايم هتكون ملكه. وحصل على 600 نقطة خبرة ووصل للمستوى الثالث، وحصل على نقطتين تطور. وبفضل مهارة التخفي لبطلنا يقدر انه يفضل مختفي ويرمي سهامه، ودلوقتي مفيش حاجة في اللعبة هتقدر توقفه. وبيستغرب مينغ من قوة بطلنا وبيلاحظ ان اختفى ضوء الغنايم،
فبيقف وبيشكر بطلنا وبيسأله عن اسمه، فبيرد بطلنا انه ما يشكروش، وفي البرية ما يثقش في الناس بسهولة، فبيفهموا مينغ وبيشكره على النصيحة وبيسيبه علشان يشوف غنايمه، وبيعرفه بنفسه وبيقول له لو احتاج حاجة فما يتأخرش في سؤاله. وبيقول بطلنا انه يقدر يثق في مينغ، وهو بيتمتع بدعم من الحكومة علشان كده يقدر يبيع له الغنايم الغير مستخدمة، وبيفعل يد الجشع، وبيحصل على 3 نقاط تطور ودرع جلدي من المستوى برونزي، وبيجهزها على جسمه، وبيقول ان عنده كتير من المعدات الفئات التانية وكتب المهارات، وبمجرد ما تمتلئ الحقيبة هيرجع للمدينة ويستبدلهم بعمر افتراضي. وبنعرف ان نمو بطلنا بقى اسرع 100 مرة من حياته السابقة، وبيتوعد لسونغ فاي انه جاي له قريب. وبنشوف مجموعة من اللاعبين بيقاتلوا الوحوش، وبتستمر الوحوش انها تيجي وما بيقدروش يتغلبوا عليهم، وبيظهر لهم زعيم الوحوش وبيقدر انه يقضي عليهم بهجوم قوي جدا، واللاعبين بترجع تاني على المدينة. وبنعرف ان علشان تخرج من اللعبة لازم توصل للمستوى الثالث، واللاعبين ما بيقدروش انهم يهزموا الوحوش، ومهما جمعوا من الافراد الوحوش بتزيد، ولو عدد كبير من اللاعبين اتجمعوا مع بعض بيظهر ليهم زعيم الوحوش. حتى ان مره حاولت مجموعه من 40 فرد اتحدوا، ظهر لهم وحش اسمه الملعون وقدر انه يقتل منهم 30 واحد بضربه واحده. وبتظهر ليز مع الفرقه بتاعتها وبتصيبهم خيبه الامل لانهم اتهزموا من الوحوش، وبيكونوا عايزين يخرجوا من اللعبه لانهم دخلوا وهم نايمين، يعني وعيهم بس هو اللي موجود، ولو ما تمكنوش من الخروج اجسادهم هتموت من الجوع. فبتغضب ليز جدا وما بتبقاش معاها غير 10 سنين بس لانهم ماتوا 3 مرات. وبتظهر شاشة المتصدرين وبيبقى بطلنا هو الاول، فبتستغرب ليز وبتسأل ازاي بيرتقي بالمستويات بالسرعة دي، وبتقول ان اكيد عنده اساليب مختلفة، وبتبقى عايزة طريقة تخليه يوصلهم للمستوى الثالث علشان يغادروا اللعبة. وبتيجي في دماغها فكرة وبتطلب من فريقها انهم ينشروا الخبر ده، انها بتعرض على الرجل الظل 10 مليون من المال الحقيقي لو قدر انه يوصلهم للمستوى الثالث. وبنروح عند بطلنا وبيكون بيقاتل في الوحوش وبيحصل على نقاط خبرة وتطور، وبيكون جمع نقاط تطور كافية علشان يطور يد الجشع، وفعلا بينجح انه يرقيها. وبتجيله رسالة انه دلوقتي بقى عنده احتمالية من 110 ل 160% انه يحصل على غنايم اضافية، و20% من الغنايم بتكون نادرة. واثناء ما هو بيتطور مهاراته بيظهر قريب منه وحش الملعون، وبيكون قضى على مجموعة من اللاعبين وبيتغذى على الحياة بتاعتهم علشان يطور من زعيم برونزي لزعيم فضي. وبيبقى بطلنا متضايق علشان شنطة ادواته بتكون مليانة، ولو قتله مش هيقدر يخزن الاشياء اللي هتسقط منه، فبيقرر انه يحط علامة على الخريطة وهو هيفضي الحقيبة ويرجع له تاني. وبنرجع على المدينة وبتكون الاشاعات انتشرت بسرعة بخصوص العرض اللي عرضته ليز، وبيظهر بطلنا بين الناس وبيقعد على الارض وبيظهر المعدات والمهارات اللي هتتباع، وبيتفاجئ الناس منه وانه ظهر امتى، وبيبقوا مصدومين من الادوات اللي هو لابسها لانها من مستوى برونزي غير الادوات اللي عارضها للبيع من مستوى برونزي برضه. واول ما بيشوفوا اسمه بيعرفوا ان المتصدر الاول على اللوحة. وبتجيله بنت جميلة جدا ومغطية وشها وبتسأله عن سعر تعويذة المخروط الجليدي، فبيرد عليها 100 يوم قابل للتداول، وبيقول انها اكيد غراي روز صاحبة المرتبة ال11 في القرية، وبتطلب منه انه ينزل السعر شوية. فبيعرفها ان تعويذة المخروط الجليدي بتزود من سرعة القضاء على الوحوش في المراحل المبكرة، وبالنسبة للساحرة 100 يوم رخيصة جدا. فبتسأله لو ممكن تدفع له بفلوس حقيقية، فبيعرفها انها ممكن تشتري حياة قابلة للتداول وتيجي تعقد معاه صفقة. فبتقول له استنى دقيقة، وبتعرض على فريقها بس محدش بيعترض، فبتطلب منهم ينقلوا حياتهم ليها وهي هتدفع لهم الفلوس لما يخرجوا من اللعبة. وبتشتري التعويذة من بطلنا، واثناء ما هي ماشية بتظهر ليز وبتقول لبطلنا انه اخيرا ظهر، وبتعرض عليه انه ينقلها للمستوى الثالث، ولما يرجعوا للحياة الحقيقية هتديله 100 مليون. وبتعرفه ان والده هو رئيس شركة دا جيانغ للصناعات ويقدر يسأل اي حد وما يلاش بشأن الفلوس. وبيعرفنا بطلنا ان هي جيانغ لي، وفي حياته السابقة كانت زعيمة عصابة إجرامية وتم القضاء عليها من قبل السلطات. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو وصلت لحد هنا انزل قولي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الجزء التاني. انا اخوكم هانتر، اشوفكم بخير في فيديو جديد.